في سؤال بيتكرر دايما، ليه الاستثمار العقاري في مصر يعتبر واحد من اكثر الاستثمارات امانا؟ خلينا نرجع بالزمن شويه لورا. لو بصينا على التاريخ هتلاقي ان العقار في مصر كان دايما هو الملاذ الامن وقت الازمات، من ايام الملكيه لحد النهارده. ورغم كل التغيرات الاقتصاديه والسياسيه، قيمه العقارات دايما في ارتفاع، وده اكيد مش صدفه. العقار بيتميز عن اي نوع تاني من الاستثمار بان اصول ملموسه، مش مجرد ارقام على ورق. في مصر تحديدا الطلب على العقارات مستمر، وده راجع لاسباب كتير قوي. اول حاجه الزياده السكانيه الضخمه اللي بتضمن دايما وجود طلب حقيقي على السكن. تاني حاجه المشروعات القوميه اللي بتفتح في مناطق كتير جدا وبتفتح مناطق عمرانيه جديده، وده معناه ان دايما بيبقى فيه فرص استثماريه كبيره جدا موجوده. كمان الحكومه المصريه بتدعم القطاع ده بشكل واضح، سواء من خلال تطوير البنيه التحتيه او تسهيل اجراءات التملك والاستثمار، وده اكيد بيدي امان اكتر للمستثمرين. ولو بصينا للاحصائيات هتلاقي ان متوسط العائد على العقارات في مصر بيزيد سنويا حتى في اوقات التباطؤ الاقتصادي. الاستثمار العقاري مش بس انك تشتري وحده وتسيبها او تاجرها، هو فن اختيار المكان المناسب والتوقيت الصح والمتابعه الجيده للسوق، وده بيخلي العقارات مش بس امنه لكنها كمان واحده من اكثر القطاعات المربحه على المدى الطويل. فكر كويس، ادرس السوق وخد قراراتك بناء على حقائق، مش مجرد ترندات وخلاص. العقار مش موضه، العقار قيمه حقيقيه على الرزق.